اهلا بيكم. رايحه فين؟ تعالي 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 تعالي. هقولك على شويه حاجات تنفعك في المطبخ، وحاجات تعمليها في بيتك هتنفعك جدا، وايه كلها تعتبر ببلاش. بصي بقى يا ست الكل، اول حاجه معايا ايه؟ احنا دايما كلنا بنستخدم سبونشه للمواعين باشكالها المختلفه وانواعها المختلفه، ودايما بنقول ان احنا نحاول نغيرها كل فتره علشان البكتيريا والميكروبات. طب انا جبتلك حل ممتاز، ولا هتخافي من البكتيريا ولا هيبقى فيه اي ميكروبات. الحل عندك ايه؟ الاسبونشة الخطيرة دي، او في ناس بتقول عليها السلكة الالومنيوم، حاجة كده انا مش عارفة اسمها ايه بالظبط. ممتازة ممتازة ممتازة، وانا بقالي فترة بجربها وعملت الفيديو مخصوص علشانها هي تحديدا. اول ما نزلت دي كانت نازلة طبقة واحدة، كانت طبقة واحدة زي كده، ودلوقتي نازل منها طبقتين، وفي نازل منها الجلافز كمان. والجلافز ممتاز لان من جوه بيبقى متبطن اهو زي ما انت شايفه، فما بيدخلكيش اي ميه، وممتازه. اولا خطيره خطيره في التلميع، وخصوصا الحاجات الاستانلس، الكوبايات الازاز بتخليها بتبرق حرفيا، بتبقى تحفه، وبتعمل رغوه كتيره جدا. واول ما بتخلصي بيها شطفه بسيطه مهما كانت كميه الدهون اللي عليها، شطفه بسيطه وبتسيبيها ثواني بتلاقيها نشفت تماما. وخطيره بجد خطيره، وسعرها رخيص جدا بالمقارنه بالسبونشات القديمه اللي احنا كنا بنستعملها. لا، سعرها رخيص جدا وما بتلمش اي بكتيريا. جربيها ودوري عليها في محلات الادوات المنزليه، بجد بجد اختراع. دي اول حاجه. تاني حاجه من الحاجات برضو الخطيره والحلوه جدا وسعرها رخيص جدا، العلاقات دي. في منها اشكال كتير، بس دي اكتر واحده لفتت نظري. ليه؟ لان لونها شفاف، ملهاش لون تقريبا، فلما بتحطيها في اي مكان بتاخد شكل المكان اللي انت حطاه. وبعدين فيها ميزه حلوه قوي، ان انت مش لازم، يعني انا مش عايزه العدد ده كله، لا، فانت ممكن تقصي اجزاء اللي انت محتاجاه. محتاجه واحده بس، اتنين مع بعض، تلاته، وات ايفر انت محتاجه قد ايه، بتاخديها وبتقصيها وبتستعمليها زي ما انت عايزه. هو كل اللي بتعمليه ان انت بتلزقيها كويس وتفرغي منها الهواء وتسيبيها لتاني يوم، ما تعلقيش عليها حاجه عشان تثبت معاكي كويس. تاني يوم هتيجي تعلقي عليها هتبقى جامده جدا. انا بستعملها في الحمام وبستعملها في المطبخ وفي كل مكان، وبجد بجد خطيره ورخيصه جدا جدا جدا. حاجه تانية معايا برضو ممتازه، شايفين اغلب الغطيان عندنا زي الغطا ده مثلا بتلاقي الايد بتاعته وقعت. ايا كان شكل الغطا ايه مش هيفرق معانا، احنا بنبقى عايزين نعرف نمسكه، لان لما بنلاقيه كده بنركنه. يعني الغطا ده مركون عندي بقاله فتره كبيره، ما كنتش اعرف الاختراع اللي هم عملوه. الميزه دي في ده ان تشتري بالوحده، عايزه تجيبي واحده، عايزه تجيبي الباكت على بعضه زي ما انت عايزه، وسهله جدا في تركيبها. اهو بصي باي مفكه عندك بتفكيها كده اهو، اهي بتحطي كده، بتحطي دي كده اهو. انا بس عشان الفيديو بتثبتيها اهو بالمفك. اي حد هيقدر يعملها، مش محتاجه اي افتكاسات، وبتبقى بجد ممتازه. يعني انا عملتها حتى في البراد بقت خطيره، شايفين؟ والغطا ما بص مننا ولا اي حاجه، وبرده سعرها رخيص جدا. حاجه تانية معايا، طبعا كلنا دلوقتي بنستعمل الاكواب المعياريه، الاكواب المعياريه الكلام ده كله. الاكواب المعياريه في منها اشكال كتيره جدا، انا معاكم، لكن انا ده عجبني لكذا حاجه. ده الحلو فيه ان هو مش بس اكواب معياريه، لا ده فيه السبون كمان، فيه المعالق المعياريه. لان الاكواب المعياريه اغلبها بتبقى الاكواب لوحدها والمعالق لوحدها، لا ده الاتنين مع بعض. الوانه لذيذه،
شكله كمان حلو، يعني ينفع كمان تستخدميه لو اتزنقتي في حاجه تستعمليه كمعلقه للسلطه. شوفي انت هتستعمليه في ايه. في السبون وفي الاكواب، وكمان في ميزه حلوه جدا ان هو بيدخل جوه بعضه كده اهو، فبيبقى سهل ان انت تخزنيه في اي مكان ومش بيعمل لك كركبه. انا عندي انواع تانية بس كل واحد بيبقى لوحده، لازم ابقى حطهم في حاجه، والاكواب لوحدها والمعالق لوحدها. لا دي ممتازه وسعرها رخيص وعمليه جدا. حاجه كمان، شايفين دول الكفرات او الغطيان للاطباق، للحله، للعلبه اللي عندك اللي ملهاش غطا، او طبق عايزه تغطيه وتحطيه في التلاجة على طول. دول بيجوا مع بعض كده. عارفه ان انتوا هتقولي لي في الرخيصه اللي عامله زي الكيس بتبقى 100 مع بعض وبيبقى سعرهم رخيص جدا. ايوه، لكن مش عمليين زي دول. دول عندي بقالهم سنين، يعني تقريبا حوالي بقالهم 5 سنين او حاجه، فممتازين ممتازين. انا بستعملهم في كل حاجه. يعني دي حرفيا ساعات بغطي بيها نص بطيخه كامله، لان هي زي ما انتوا شايفين اهي بتمط معايا. وبعدين بتخلصي اللي انتي غطيتيه وبتغسليها بعد كده وتسيبيها تنشف وتشيليها، بتفضل زي ما هي. انا معايا بقالها تقريبا حوالي 5 سنين، وفيها مقاسات مختلفه، هما بيبقوا 6 مقاسات اهو. ممتازه، بتغطي الحاجه، ما بتوقعش اي حاجه. ودي بتغطي الكوبايات، حتى لو قلبتيها، لو في عندك الكوبايه فيها اي حاجه سايله مفيش اي حاجه بتتكب منها. فدي فعلا حرفيا ممتازه، واوفر كتير من الكياس اللي هي البلاستيك اللي بيبقوا جايين 100 مع بعض. التانيين احنا هنحس ان سعرها رخيص، دي اغلى منهم شويه، لكن بجد ممتازه. حاجه بقى من اختك عايزه اقولك عليها تنفعك جدا في المطبخ، لازم تبقى عندك في المطبخ. الويت فاين او المناديل المبلله، شوفي انت بتقولي عليها ايه او عارفاها ازاي. اي نوع، المهم يبقى عندك واحده مخصوصه في المطبخ. ودي بتنفعك في حاجات كتيره جدا. ممكن تلمعي بيها الخشب بتاع المطبخ او الالمونتال، ايا كان مطبخك نوعه ايه. بتلمعي بيها الاجهزه الكهربائيه، طبعا احنا ما بنقدرش نغسلها. بتلمعي بيها برطمانات التوابل بتاعتك، طبعا احنا بنستخدم التوابل وايدينا بتبقى في الاكل وبنقطع حاجه وبنعمل حاجه وبنمسكها، ايدينا بتطبع عليها وبيبقى شكلها مش لطيف خالص. وهتحتاجي ان انت بعد كل كام يوم، كل اسبوع، لازم تفضي التوابل وتغسلي البرطمانات. طب وليه؟ هو منديل واحد هيحل لك المشكله دي كلها. وبعدين مش بتستخدميه العلبه او علبتين، ده انا ساعات بلف بيه على المطبخ كله بمنديل واحد. ما هو عشان انت بتستعمليه بشكل مستمر. فبجد بجد مهم جدا يبقى عندك الويت فاين في المطبخ، ضروري، اهم من اي مكان تاني. هينفعك في حاجات كتيره جدا، وانت ممكن تلاقي له استخدامات اكتر كمان. انا لسه مخلصتش الفيديو، في حاجه اخيره عايزه اوريها لكم. كنت قلت لكم قبل كده ان انا هوريكم طريقه ان احنا نلم بيها التحجيبات او الطرح. حاجه كده انا عاملاها عندي في البيت وبصراحه ريحتني جدا، وعايزه اعرفها لكم عشان يمكن تساعد ناس كتير في نفس المشكله اللي انا كنت بواجهها. تعالوا معايا اوريكم. بصي بقى، الاختراع ده حاجه سهله وبسيطه وموجوده عندنا كلنا في البيت. شايفين دي ايه؟ طبعا كلنا عارفينها، ماسورة الستارة بالحوامل بتاعتها. انا جايبة ورا الأوضة، ورا باب الأوضة 2، او ماسورة كانت طويلة وقسمتها 2. شايفين؟ وريهم كده يا آية اهي، متعلقة من هنا لهنا، ادي واحدة والتانية تحتيها اهو، والتانية تحتيها، وبتعلقي عليها التحجيبات بتاعتك او الطرح بتاعتك. بتبقى مترتبة كده، والألوان عندك بتبقى واضحة وكلها ملمومة وفي مكان واحد. ممكن تعملي رف ألوان سادة، والرف التاني يبقى التحجيبات المنقوشة. احنا عشان احنا التلاتة بنلبس تحجيبات، فعلشان كده عندنا دول لوحدهم ودول لوحدهم. يعني انا حاطة دول في أوضة ودول في أوضة لأن العدد كبير شوية. فبتبقى ممتازة لأن أنا حاولت في التحجيبات لكل حاجة بصراحة.
حاولت ان انا احطهم في دراج، مفيش فايدة. اعلقهم في الشماعات الصغيرة، مفيش فايدة. ده انسب حل وكان افضل حاجة انا عملتها، كانت فعلا فعلا خطيرة وممتازة. اتمنى ان انتوا تجربوها لو حد بيواجه نفس المشكلة، وعرفوني نفعت معاكم ولا لأ، واي حاجة من اللي انا قلتها نفعت معاكم ولا لأ. ولو عايزين تعرفوا حاجة تاني قولولي في التعليقات، لو انا عملت حاجة واستفدت منها هعرفكم. ونشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.